لما الرئيس كلفني بالحوار فأنا طلبت كل القوى السياسية ان احنا نقعد عشان نتحاور. في بعضهم استجاب الحوار والبعض الآخر سوف يستجيب في توقيت لاحق علشان نبدأ الحوار. سوف يستجيب أو أنه لم يستجب؟ هو لم يستجب الآن لكن سوف يستجيب، يعني طلبوا بعض فرصة من الوقت أو فترة أخرى نلتقي بهم. وفيما يعني الأهم من ده كله ان أنا بلتقي به ممثلين للشباب اللي هم كانوا النواة لهذا الحدث الكبير الذي حدث في مصر. الإطار الأخير في هذا الموضوع ان احنا حطينا الآن خطة للعمل. الخطة تبدأ بالحوار ونصل إلى نتيجة بتحديد لجان لدراسة كل موضوع، ثم ننتقل لتنفيذ ما أخرج من اللجان علشان ننفذها في التوقيتات المحددة. فأهم حاجة في هذه العملية هو وضع برنامج زمني لتنفيذ ما التزم به الرئيس في خطابه من تعديلات دستورية وتشريعية. الأمر الثاني ان الرئيس ايضا في خطابه قال احنا لابد من محاسبة الذين تسببوا في هذه الازمة التي تمر بها جمهورية مصر العربية، ودي ايضا لابد من الحكومة ان تأخذ من الاجراءات التحقيق الفوري لمن تسبب في هذه الازمة، وكل من سوف يثبت عليه تقصيره او اتهامه في هذه الافعال سوف يحاسب حسابا عسيرا. طب انا هدخل في التزام من الدولة. هدخل في هذه النقطة تفصيلا بعد ذلك، ولكن قبل ان ننتهي اريد ان ننتهي من مسألة الحوار. جلسة الحوار الاولى اليوم التي تمت هل مثل فيها معظم القوى المعارضة الرئيسية؟ كل الاحزاب مثلت فيها عدا حزبين رئيسين طلبوا يأجلوا الالتقاء معي الى توقيت اخر. ايه هم الحزبين دول؟ اللي هو حزب الوفد وحزب التجمع، واعتقد ان احنا هنلتقي قريبا جدا، يمكن بكره او يمكن يوم السبت. وايضا بعض المستقلين والشخصيات العامة السياسية ايضا برضو هنلتقي معهم عشان يستكمل الحوار مع كل القوى السياسية وليست الحزبية فقط. من هم الممثلون من الشباب الذين عديد من الشباب ليس لهم قيادة؟ على اي اساس تم تحديدهم؟ لانهم زي ما تقول كده طوائف كثيرة يعني، ولكنهم كلهم متفقون على هدف واحد وهو الاصلاح. وهذا ما استجاب له الرئيس، ان الاصلاح قادم وان الاصلاح سوف يكون حقيقة والتزاما. هل الاخوان المسلمين باي شكل من الاشكال تم الاتصال معهم؟ هل شاركوا؟ تم الاتصال مع الاخوان المسلمين وتم دعوتهم ولكنهم لسه ما زالوا مترددين في الحوار، ولكن انا بعتقد ان من مصلحتهم ان هم يحضروا الحوار. مترددين ام رافضين؟ لا، مترددين. مترددين، يعني التعبير الصحيح ان هم مترددين. انما اذا يعني ذهبت هذه الفرصة اعتقد ان الفرصة ثمينة لهم. اعتقد الاجواء التي لمستها سيد نائب في الحوار الذي تم اليوم، الى اي مدى هناك شكل من اشكال الاقتراب ام التناقض؟ الجميع ما فيش فيه تناقض، الجميع متفق تماما على ان ما قدمه الرئيس مبارك من خط الطريق للإصلاحات الدستورية والتشريعية ومحاسبة الفساد والذين تسببوا في هذه الأزمة، كلهم متفقون مع هذه الرؤية، وأنهم قدموا بعض الأفكار كيف يمكن تنفيذ هذه الموضوعات. منهم من طلب بإلغاء الدستور كله، ومنهم من طلب بحل مجلس الشعب ومجلس الشورى وهكذا. وفي الحوار طبعا اقتنعوا بأن الزمن قصير لإجراء كل هذه الموضوعات.